ايه السر اللي بيخلي صفة تختفي جيل كامل وتظهر فجأة؟ هو ده بقى اللي بنسميه الريسيسيف تريتس. تعالوا نفهمها ببساطة. طلابي حبايبي في كل مكان، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم دكتور نادين علاء، ساينس اند كيمستري تيتشر. للي لسه ما يعرفنيش، النهارده معانا درس ممتع وجميل جدا جدا جدا. طيب عمرك فكرت انت ليه شبه ماما اكتر ولا شبه بابا اكتر؟ طب فكرت ليه لون عيونك طالعين باللون ده؟ طيب الموضوع ده مش صدفة نهائي خالص، دي حاجة اسمها الصفات الوراثية. طيب الصفات الوراثية دي عايزين نعرف عنها ايه؟ ازاي هي بتتنقل من الجيل للتاني؟ ازاي الصفة اللي عند بابا اتنقلت ليا، او الصفة اللي عند ماما برضو اتنقلت ليا؟ وليه الصفة اللي عند بابا هي اللي جت والصفة اللي عند ماما مش هي اللي عندي؟ ليه لون عيوني طلع زي بابا وليه ما طلعش زي ماما؟ طيب يلا بينا نشوف النهاردة درسنا سهل وجميل جدا وممتع. يلا بينا يا حبايبي نشوف هنتكلم على ايه. بصوا يا حبايبي، درسنا النهارده بيتكلم على الجينز والجيناتكس. الجيناتكس هو علم الوراثه. طيب الدرس زي ما قلت لكم سهل وجميل جدا جدا، عايزين بس هنبسطه مع بعض وافكركم بحاجات قديمه خدناها مع بعض. يلا بينا. طيب يا حبايبي تعالى افكركم بحاجه خدناها قبل كده. احنا عندنا البودي بتاعنا consists of السيلز، يبقى اصغر حاجه في الجسم الانسان هي مين؟ هي السيل. يبقى البودي بتاعي consists of ايه؟ consists of السيلز. طيب السيل دي جواها ايه؟ السيل بتاعتي جواها النيوكليوس. تمام، يبقى قلنا البودي consists of small building unit، اصغر حاجه في جسم الانسان هي السيل. طب السيل جواها ايه؟ جواها النيوكليوس. طب النيوكليوس دي جواها حاجه، جواها حاجه خدناها الترم اللي فات، تعالوا نشوفها كده مع بعض. جواها حاجه اسمها الكروموسوم. طيب الكروموسوم ده حد فاكر عنه حاجه؟ افكرك، قلنا كل انسان عنده 46 كروموسوم، يبقى النمبر اوف الكروموسومز كام؟ 46. طب ال 46 دول 23 جايين من الميل و 23 جايين من الفيميل. يبقى نعيد تاني، البودي بتاعنا consists of cells. السيلز are smallest building unit، هي اصغر حاجه في جسم الانسان. طب السيل جواها حاجه اصغر منها سميناها النيوكليوس. النيوكليوس جواها حاجه اسمها الكروموسوم. عندنا 46 كروموسوم، كل انسان فينا عنده 46 كروموسوم، 23 جايين من الميل و23 جايين من الفيميل. كده احنا متفقين مع بعض. طب عايزين نفتكر شكل الكروموسوم ده، افكرك بيه. كان شكله عامل كده، 2 chromatids وconnected by centromere. يبقى الكروموسوم ايه يا شباب تكوينه؟ 2 chromatids وconnected together، الاتنين ماسكين في بعض بنقطة في النص سميناها ايه؟ سنترومير. حلو كده، اكيد كده افتكرتوا معايا سنترومير. طيب وبعدين ايه القصة دي؟ بعد ما عرفنا تركيب الكروموسوم، في حاجه كمان جوه الكروموسوم؟ طبعا. طيب تعالوا كده نكمل مع بعض. قال لي الكروموسوم ده كان جواه حاجه اسمها الدي ان ايه. ايه الدي ان ايه دي؟ دي اللي بتديني حاجه اسمها الجيناتيك تريتس، دي اللي كان جواها الصفات الوراثيه. تعالوا نشوف مع بعض. يبقى جوه كل كروموسوم كان دي ان ايه بلس البروتين. طب الدي ان ايه ده جواه حاجه؟ قلت له طيب يا شباب، بالنسبه للدي ان ايه، الدي ان ايه جواه حاجه اصغر منه، يعني الدي ان ايه ده جواه حاجه اصغر سميناها الجينز، الجينات بتاعتنا. طب الجينات بتاعتنا دي جواها ايه؟ قلت له دي جواها الهيريديتوري تريتس. الهيريديتوري تريتس دي الصفات الوراثيه بتاعتنا. هتيجي تقول لي صفات وراثيه، انا مش فاهم حاجه. قلت له ايوه، صفه وراثيه يعني حاجه انا ورثتها عن مين؟ عن الميل، عن بابا، او عن مين؟ عن ماما. يعني مثلا لون الشعر، الاي كولر، السكين كولر، النمبر اوف فينجرز، البلاد جروب. هتيجي تقول لي برضو مش فاهم. قلت له يعني لون الشعر انت ورثه عن مين؟ زي مثلا لون شعر بابا اسود، لون شعر ماما اصفر، انا ورثت ايه؟ لون شعر بابا. طيب سكين كولر، ماما بشرتها لونها بيضه، بابا بشرته لونها سمرة شويه، انا ورثت اللون عن مين؟ عن ماما. وهكذا النمبر اوف فينجرز، انا واخده 5
fingers. عن مين؟ عن الهيومنز كلهم عندهم 5 fingers. يعني بابا عنده 5 اداني 5، ماما برضو عندها 5، يعني معنى كده ان انا ما طلعش عندي 3 fingers، ما طلعش عندي 4 fingers. كل animal او كل living organism عنده number of fingers. خلاص كده. طيب البلاد جروب، هو ايه البلاد جروب ده؟ فصيله الدم. انا واخده فصيله دم زي بابا ولا فصيله دم زي ماما؟ كل دي اسمها هيريديتري تريتس، يعني صفات وراثيه، يعني صفات انا واخداها ورثتها عن مين؟ ورثتها عن بابا ورثتها عن ماما. عرفنا هنا ان الجينز دي اللي هي الدي ان ايه ار بارتس اوف جين، يعني الدي ان ايه ده جواه البارتس اوف جين، يعني جزيئات من الجينز. طيب الجين ده شايل ايه؟ شايل الهيريديتري تريت. طيب احنا كده متفقين. طب يا ميس انا الصفه الوراثيه دي هتجيلي ازاي؟ يعني هتيجي عن طريق بابا او هتيجي عن طريق ماما؟ هتجيلي انا ازاي؟ بتطير مثلا؟ قلت له لا طبعا ما بتطيرش. قلت له لو تفتكر معايا حاجه اسمها الجاميتس. الجاميتس دي انا بتكلم في الهيومن، المفروض ان بيحصل حاجه اسمها fertilization. الميل بيديني حاجه اسمها السبرم وتبقى شايله نص صفات الوراثيه الخاصه ببابا. طب والفيميل بتبقى الاوفا، هي دي الجاميتس، السبرم والاوفا شايله نص الصفات الوراثيه بتاعت الام، وهكذا. طب انا بيجيلي صفتين، اقول له لا، انت عشان يجيلك لون الشعر الاسود ده المفروض ان بابا مديك مثلا ان لون الشعر بتاعه بلاك وماما اليلو. طب انا هاخد مين؟ هو ده بقى درسنا النهارده. المفروض ان انا اعرف انا الصفه دي جات لي ازاي، عن طريق مين؟ الجاميتس. طب الجاميتس لو ميل هتجيلي عن طريق حاجه اسمها السبرم، ولو فيميل بتجيلي عن طريق الجاميت اللي اسمها الاوفا. يبقى احنا كده متفقين ان اي هيريديتري تريت الجين ده هيجيلي من بابا او ماما، هيجيلي عن طريق ايه؟ هيجيلي عن طريق الجاميت. السبرم بيتحد مع الاوفا وبالتالي بيجيبوا لي ايه؟ الزايجوت هاف كومبليت نمبر اوف كروموسومز، عنده صفاته الوراثيه كامله. يلا بقى بينا نشوف الدرس بتاعنا، سهل وبسيط وكله بيتكلم زي ما بقول لكم عن الجينز والصفات الوراثيه. يلا بينا. طيب يا حبايبي زي ما قلت لكم احنا النهارده بعد ما عرفنا يعني ايه هيريديتري تريت، يعني ايه صفه وراثيه. طب هل انا الصفه الوراثيه بتاعتي دي كلها، كل الصفات جايه من الاب ومن الام يعني هيريديتري؟ مش ممكن انا اكتسب يبقى عندي صفه تانية جايه من الانفايرمنتال فاكتورز، من البيئه المحيطه بيا؟ قلت له اكيد طبعا. يعني معنى كده ان انت دلوقتي قلت لنا ان الصفات بتاعتي مش كلها موروثه، دي ممكن تبقى acquired. يعني ايه acquired؟ يعني مكتسبه، يعني جايه من البيئه المحيطه بيا. قلت له طبعا دي حاجه اكيده. طيب وبعدين قلت له انا هقسم دلوقتي التريتس بتاعتي into 2 types: hereditary traits acquired traits. hereditary traits acquired traits، صفات موروثه صفات مكتسبه. يلا بينا نشوف مع بعض. بصوا حبايبي كده معايا، زي ما قلت لكم احنا هنقسم الصفات بتاعتنا into 2 types. يبقى هنا classification of التريتس. انا هقسم الصفات بتاعتي into 2 types. طيب هتقسميهم ل 2 types. قولنا كده اول تايب معانا هو ايه؟ قلت له اول تايب معايا اللي انا اتكلمت عليه اللي هو مين؟ الهيريديتري traits. طيب ده اول نوع معايا. طب تاني نوع معايا قلت له لا، اسمه acquired traits. يعني ايه acquired traits يا حلوين؟ يعني صفات مكتسبة. يعني ايه hereditary trait؟ هي الصفات الموروثة. طيب بالنسبة للصفات الموروثة هقول عليها they are، هما traits، يعني هما صفات that are transmitted أو transferred. يعني هما they are traits that are transmitted، هيتنقلوا from من one generation to another، يعني من جيل للايه؟ من الجيل للتاني. طيب يا حبايبي، طب بالنسبه للاكوايرد تريتس هقول عليها ايه؟ هقول they are
traits هما الصفات that are not transmitted from one generation to another. يعني هي الصفات اللي ما بتتنقلش من الجيل للتاني، ما هي مش صفات موروثة، دي صفات أنا اكتسبتها منين؟ من الانفايرومنتال فاكتورز، من البيئة المحيطة. يبقى هنا نقسم التريتس into two types: hereditary traits، تاني حاجة معايا هي acquired traits. يعني ايه hereditary traits؟ they are traits that are transmitted from one generation to another one. طب يعني ايه acquired traits؟ they are traits that are not transmitted from one generation to another. طيب تعالي قولي لنا examples على الهيريديتري تريت. هو انا ممكن اورث ايه من بابا وماما؟ قلت له اول حاجه سكين كولر، لون الجلد. طيب طب تاني حاجه الهير كولر، ممكن يبقى لون الشعر. طب تالت حاجه الاي كولر، لون العين. طيب رابع حاجه number of fingers. طب ممكن اخد منه ايه كمان؟ ممكن اخد منه، احنا قلنا skin color, hair color, eye color، والنمبر of fingers، والبلاد جروب، فصيلة الدم. يعني دي كلها الصفات اللي انا ممكن اخدها من بابا وماما، صفات موروثة. طيب الاكوارد تريت they are traits that are not transmitted from one generation to another، هي الصفات اللي انا ما اقدرش او ما بتتنقلش من الجيل للتاني. تعالوا نشوف الاكزامبلز مع بعض. قال لي اول حاجة مثلا learning language، ان انا اتعلم لغة. طيب هل لازم مثلا لو انا بتكلم فرنش، بتكلم دايتش، يعني ماما تكون بتتكلم نفس اللغة؟ لا طبعا، دي حاجة انا اتعلمتها، انا عملت effort فيها عشان اتعلمها، فدي صفة مش hereditary، مش موروثة، دي صفة acquired. طب حاجة كمان مثلا، قول لنا example تاني. هقول لك playing football، شرط مثلا عشان انت بتعرف تلعب فوتبول يكون بابا بيعرف يلعب فوتبول؟ اكيد لا، فدي حاجة برضو انا اكتسبتها، مش بتتنقل من الجيل للتاني. طب قول لنا اكزامبل تالت. مثلا قلنا learning a language، playing football، ممكن مثلا learning swimming، ان انا اتعلم ايه؟ اتعلم السباحة، learning swimming. لازم يكون حد عندي بابا او ماما بيعرفوا يعوموا علشان انا كمان اطلع بعوم؟ لا طبعا، يبقى دي حاجة برضو انا بتعلمها. طب قولي لي حاجة كمان. اقول لك مثلا walking in children. يعني ايه walking in children؟ ان الطفل مش بياخد صفة المشي بتبقى موروثة، لا هو بيطلع ما بيعرفش يمشي، انا ببتدي ان انا ايه؟ اعلمه ازاي يمشي. يا اما كده هيكون الطفل طالع مثلا لسه ماما والداه طالع بيجري وعارف يمشي وكده، لا دي حاجه بيتعلمها مع الوقت، يبقى دي acquired trait، صفه مكتسبه. طيب يبقى نعيد تاني، احنا قلنا classification of traits، يعني الصفات بتتقسم لحاجتين، يا اما hereditary trait يا اما acquired trait. قلنا الهيريديتري تريت they are traits that are transmitted from one generation to another. زي مين؟ زي السكين color, hair color, eye color، والنمبر of fingers، والبلاد جروب. طيب الاكوارد تريت هي التريتس that are not transmitted from one generation to another، الحاجة اللي ما بتتنقلش من الجيل للتاني. طيب زي مين؟ learning a language، اللي انا اتعلم لغة. طيب playing football، learning swimming، walking in children، ان الطفل يبتدي ايه؟ يتعلم المشي. خلاص كده يبقى احنا كده اتكلمنا على التريتس. تعالوا بعد كده ناخد حاجة مهمة جدا. طب بالنسبة اللي احنا اتكلمنا على الصفات بتاعتنا سواء موروثة او سواء مكتسبة، تعالوا بقى كده نقراها من الPDF. بصوا حبايبي كده، يبقى احنا هنا زي ما اتكلمنا قسمنا التريتس لتو تايب، يا هيريديتري يا
acquired. قلنا الهيريديتري هي التريتس that are transmitted from one generation to another. طب قلنا ايه هي الاكوايرد تريت؟ they are traits that are not transmitted from one generation to another one. طب قلنا الهيريديتري تريت صفات موروثه زي مين؟ زي الهير كولر والسكين كولر والاي كولر والنمبر اوف فينجرز والبلاد جروب. طب اتكلمنا على الاكوايرد تريتس قلنا صفات مكتسبه، يعني انا بكتسبها من الانفايرمنتال فاكتورز. يبقى احنا بنتكلم هنا على مين مثلا؟ قولي لي بلاينج فوتبول، حاجه انا اتعلمتها، بعرف العب كوره، مش لازم ماما او بابا يكونوا بيعرفوا يلعبوا كوره يبقى playing فوتبول. طب تاني حاجه learning swimming، ان انا اتعلم السباحه. طيب speaking language، ان انا اتكلم language. learning of walking in children، ان انا اعلم الكيد او الشايلد بتاعي ان هو يبتدي يمشي. خلاص كده؟ طيب هنتكلم بعد كده على حاجة اسمها الجيناتكس، علم الوراثة. مش أنا اتكلمت على التريتس وصنفتها into two types hereditary trait و acquired trait، يبقى احنا أكيد عندنا علم بيتكلم على الجينز أو الجيناتيك. هو علم الوراثة بيتكلم على التريتس، الصفات الوراثية، سواء هي بتتنقل من جيل للتاني أو ما بتتنقلش من جيل للتاني. طيب يبقى احنا عندنا الجيناتكس هي اللي هتكلمنا على ايه؟ على الصفات الوراثية أو الصفات مكتسبة، يعني هي اللي بتكلمنا على الصفات بوجه عام. طيب قال لي يعني ايه أصلا جيناتكس؟ قلت له it is the science، هو الساينس that researches، اللي بيبحث في ايه؟ transmission of hereditary trait from one generation to another. طيب by studying، ان هو يدرس ايه؟ the similarities and the differences between the parents and the offspring. هو العلم اللي بيدرس انتقال الصفات الوراثية من الجيل للتاني. طيب بدراسة ايه؟ ان هو يدرس التشابهات والاختلافات ما بين الاباء والابناء. يبقى ده علم الجيناتكس. خلاص كده؟ طيب انا عايز اعرف هو مين اصلا Who was the first founder of genetics؟ مين مؤسس علم الوراثة؟ قلت لك مؤسس علم الوراثة اسمه مندل. طب مين شاطر يفكرني مين الساينتست اللي اتكلم المرة اللي فاتت على الراديو اكتيفيتي؟ الناس اللي بتسمعني وبتشوف الفيديوز على طول وبتسألني، عايزاكم تكتبوا في الكومنتات لو انتوا فاكرين مين اللي اتكلم على اليورانيوم ومين اللي فسر الراديو اكتيفيتي فينومينا. طيب يلا بينا نرجع ونكمل. يبقى احنا عندنا مندل was the first founder of الهيريديتي، هو اول واحد فسر علم الوراثه. طب تعالوا نعرف ده بيجيلي هنا في ايه يا شباب؟ بيجيلي فيه give reason، وده اول give reason عندنا في الليسون ده. طيب اقول لك ليه؟ اقول لك because the scientific studies of heredity started with Mendel's experiment، عشان مندل هو الساينتست اللي بدأ يعمل experiments على نبات اسمه البي بلانت، نبات البسلة. يبقى هو اول واحد بدأ الاكسبيرمنتس بتاعته على نبات اسمه ايه؟ البي بلانت. وبعدين قال لي and according to results reached by his experiment. طيب وبناء على النتائج اللي وصلت لباقي العلماء من الاكسبيرمنتس بتاعته، اللي حصل الساينتست اوف الهيريديتي، علماء الوراثه، عملوا gathering a lot of information، جمعوا معلومات كتيره جدا about ايه؟ about how hereditary trait are transmitted from one generation to another، ازاي الصفه الوراثيه بتتنقل من الجيل للتاني. عرفنا ليه هو ليه مندل was the first founder of heredity، يعني هو اول واحد اتكلم عن علم الوراثه وقال ان في حاجه اسمها جيناتكس. كل ده بسبب الاكسبيرمنت بتاعته on البي بلانت. فبالتالي according to his results، النتائج اللي طلعها of his experiment، ابتدوا scientists gathering a lot of informations، يجمعوا معلومات كبيرة جدا عن مين؟ عن hereditary traits and how it can transfer from one generation to another. خلاص كده؟ يبقى احنا اتكلمنا على مندل، قلنا ان هو اول واحد اتكلم عن مين؟ عن الهيريديتي. طيب تعالوا كده نشوف مع بعض. قال لي طب انا سألت مندل هو انت اشمعنى اخترت البي بلانت؟ اشمعنى قلبك رايح له؟ قال لي قلبي اختار البي بلانت. طيب قلت له قلبي قال لي اشمعنى هو؟ قال لي بالظبط كده، رد قلبي وقال لي هو ده اللي انا هدرسه. طب وبعدين بقى؟ قال لي والله هو انا كنت قاعد براقبه كده فلاحظت حاجه. تعالوا هقول لكم لاحظ ايه بس بعد ما اقول لكم الجزء ده.
طيب قال لي اول حاجه reasons for choosing Mendel for البي بلانت. هو ليه اصلا اختار البي بلانت ده؟ قلت له اول حاجه it is easy to be planted. يعني ايه it is easy to be planted؟ يعني سهل زراعته and grow fast، يعني بيكبر بسرعه وسهل زراعته. طب تاني حاجه قال لي its life cycle is short، يعني دوره حياته قصيره. يعني ايه دوره حياته قصيره؟ يعني بيكبر وبيخلف وبيموت، وبيكبر وبيخلف بيموت، يعني دورة حياته سريعة. اقدر ان انا اعمل اكسبيرمنتس كتير جدا جدا، يعني مش هستنى لما يكبر واقعد جنبه شوية وبعد كده يخلف واقعد جنبه شوية، كل ده عشان اعمل اكسبيرمنت. فانا عايزة بلانت يكون هاف شورت لايف سايكل، دورة حياته قصيرة. طب قلت له بس كده هم دول؟ قال لي لا طبعا. قال لي تالت حاجة its flower is hermaphrodite، ودي هنشرحها. يعني ايه its flower hermaphrodite؟ يعني الفلاور بتاعته، يعني ايه فلاور؟ هي الريبرودكتيف اورجان، يبقى الفلاور هي الريبرودكتيف اورجان، يعني الاورجان المسؤول عن الريبرودكشن التكاثر. قال لي hermaphrodite and it can be self pollinated. يعني ايه؟ يعني hermaphrodite يعني جواها الميل والفيميل مع بعض، يعني الميل اورجان والفيميل اورجان الاتنين في نفس الفلاور. ده حلو قوي، يعني بيتجوزوا من غير مأذون بالظبط كده، سهل. البولينج جرين هتقف على الاستجما والموضوع خلص، يعني سيلف بولينيتد بيتجوزوا بعضهم بنفسهم. طيب طب رابع حاجه قال لي مثلا it can be artificially pollinated، ان انا كهيومن انترفنشن انا اللي ممكن اتدخل، اروح اجيب البولينج جرين واحطها على الاستجما، او مثلا البولينج جرين دي ممكن يحصل لها ترانسفير باي ويند او باي انسكت تاخدها تحطها الناحيه الثانيه وهكذا. طيب قلت له في حاجه كمان. قال لي ده عندها contrasting trait. يعني contrasting trait يعني صفه وعكسها. يعني سي مثلا الفلاور بتاعته هو عنده صفتين من كل حاجه، مثلا الستيم هايت يعني طول الساق، يا اما طول يا اما شورت، مفيش نص نص. فالنبات ده مش هيتعبني، عنده صفتين من كل حاجه. طيب مثلا الفلاور كولر، لون الورده، قلت له يا ريد يا وايت، يا احمر يا ابيض. طب في اصفر؟ لا، هو مفيش حاجه في انترميديت، هي يا كده يا كده، فمش هيتعبني. طيب تعالوا كده نكمل ونشوف. هل هو قال لي حاجه كمان؟ قال لي it produces large number of plants in one generation، يعني لما بنزرعه بيطلع لي نبات كتير جدا جدا في الجيل الواحد. شفتوا قد ايه النبات البسله سهل؟ هو اختاره ليه بالذات؟ تعالوا بقى نكتب مع بعض ونشوف، يلا بينا. بصوا حبايبي كده، يبقى احنا كده عايزين نعرف ليه مندل، الريزونز for choosing البي بلانت، ليه مندل اختار البي بلانت بالذات. طيب تعالوا نكتبهم مع بعض. قال لي اول حاجه it is easy to be planted، سهل جدا ان انت تزرعه. طيب and grow fast، وبيكبر بسرعة. طيب قلت له it produces، بيطلع large number of plants، بيطلع نباتات كتيرة جدا. فين؟ in one generation، يعني في ايه؟ في الجيل الواحد. طيب تالت حاجة قال لي have، عنده contrasting trait، يعني الصفة وايه؟ الصفة وعكسها. طيب رابع حاجة قال لي الفلاور is hermaphrodite، يعني تقدر تعمل ايه يا شباب؟ self pollination، وهنشرحها افهمكم يعني ايه self pollination ويعني ايه برضو hermaphrodite. طيب خامس حاجة قال لي والله خامس حاجة it can be artificially pollinated، يعني human intervention، انا اللي هتدخل. طيب بعد كده قال لي have
short life cycle، دورة حياته ايه؟ قصيرة. قلت له يخرب بيته ده كل مميزات، يبقى البي بلانت ده كل مميزات. طيب تعالوا كده نكمل مع بعض ونتكلم برضو عن حاجة احنا خدناها قبل كده مع بعض عشان نفهم بس يعني ايه هيرمافرودايت ويعني ايه بولينيشن. طيب قال لي عشان نفهم الكلام ده تعالوا ارسم لكم شكل الفلاور. طيب شكل الفلاور اول حاجة بتبقى ايه؟ عبارة عن ساق كده سميته بيديكل، وبعد كده جزء كده بيبقى سوالوين يعني منتفخ شوية. بصوا انا في الرسم مش قد كده فانتوا حاولوا تستوعبوا معايا اسمه ايه؟ ريسبتكل. طيب بعد كده تعالوا كده نرسم الورقة الخضراء بتاعتنا. طب الورقة الخضراء بتاعتنا اسمها ايه؟ اهي مثلا، وهنا برضو من هنا ورقة اسمها سيبل، يبقى الجرين ليف اسمها سيبل. طب اكتفينا بكده؟ هقول لك لا، تعالى مثلا نرسم ورقة ملونة اهي، ومن هنا برضو. طب الورقة دي اسمها ايه؟ لا قال لي دي اسمها بيتل. طب يا ميس انت بتفكري بالكلام ده ليه؟ تعالى هقول لك ليه. طيب بعد كده هو انا اصلا ايه اللي يخصني في الفلاور بتاعتي؟ قلت لك اول حاجة عندي الفيميل اورجن، ده شكل الفيميل اورجن. اول حاجة عندي دي اسمها استجما، وستايل ستيجما ستايل اوفري، ستيجما ستايل اوفري دي الفيميل اورجن. ودي اسمها ايه؟ اسمها الاوفيول جميت. يبقى ستيجما ستايل اوفري وفي النص في اوفيول. طيب الاستجما والستايل والاوفري الثلاثه دول سميتيهم مع بعض ايه؟ قلت لك هسميهم كاربل. كاربل. طب الكيان كله هسميه ايه؟ هسميه جينيسيوم، اسمه جينيسيوم. طيب بالنسبه للميل اورجن قلت لك الميل اورجن بيبقى عباره عن فيلامنت وايه؟ وانسر اهو مثلا، يبقى ده الميل اورجن. الخيط الطويل اسمه فيلامنت، واللي هي اللي عامله شبه الساق دي شبه الكيس الصغير اسمها الانسر. طيب الاتنين مع بعض بسميهم ايه يا شباب؟ بسميهم حاجه اسمها الستيمن. ستيمن. طيب الكيان بقى كله يعني الانسر والفيلامنت مع بعض اسمهم الستيمن، بسميه اندوريسيوم. اندوريسيوم. ممكن يا جماعه تتنطق بنطقين، اندوريسيوم او اندوريشيوم. نفس الكلام هنا جينيشيوم او جينيسيوم. خلاص يبقى احنا هنا اتكلمنا على البارتس اوف الفلاور. عندنا حاجه كده زي ساق اسمها بيتيكل، وبعد كده الجزء اللي بيبقى سوالو بيبقى منتفخ اسمه ريسبتكل، الورقه الخضراء اسمها سيبل، وبعد كده هنتكلم على الورقه الملونه اسمها البيتل، ودي كان الفانكشن بتاعها بتعمل اتراكت الانسكت، يعني الانسكت لما بتشوفها بتعمل لها انجذاب. طيب انا يخصني ايه في الموضوع ده؟ يخصني الفيميل اورجن والميل اورجن، استجما ستايل اوفري والاوفيول ده الفيميل اورجن. سمينا الثلاثه مع بعض بحاجه اسمها كاربل، الكيان كله اسمه جينيسيوم. طيب بالنسبه للميل فيلامنت وانسر، طب الاثنين مع بعض سميتهم ايه؟ سميتهم ستيمن. طيب كله مع بعضه اسمه ايه؟ اندوريسيوم. خلاص دي الفلاور بتاعتي. طيب انت كنت اتكلمتي على حاجه، الفلاور بتاعتي دي ممكن تبقى تو تايبس، يا يوني سيكشوال يا باي سيكشوال. بصوا كده معايا. طيب بصوا يا حبايبي، بعد كده عايزين نتكلم بقى يعني ايه يوني سيكشوال فلاور. عندنا تو تايبس، يا اما يوني سيكشوال يا اما باي سيكشوال. تعالوا نشوف مع بعض. اليوني سيكشوال هي الفلاور اللي عندها الفيميل اور الميل اورجان، يا اما عندها فيميل يا اما عندها الميل اورجان، يعني يا عندها فيلامنت وانسر يا عندها ستيجما ستايل اوفري. طيب النوع الثاني اللي هو الباي سيكشوال اللي اتكلم عليه مندل اللي هو الهيرمافرودايت. طيب الهيرمافرودايت قال لي هي الفلاور اللي عندها which have الميل
الميل اند الفيميل اورجان، يعني عندها الميل اورجان والفيميل اورجان الاتنين مع بعض، الاستجما ستايل اوفري ومعاها الفيلامنت ومين والانسر. خلاص، عشان كده احنا فهمنا هو ليه اتكلم على الباي سيكشوال في البي بلانت، وقال لك انا اخترتها ليه، هو عايز نبات يكون عنده الميل والفيميل الاتنين مع بعض عشان يعملوا سيلف بولينيشن. تعالوا بقى نشوف يعني ايه اصلا كلمه بولينيشن مع بعض. بصوا هنا يا حبايبي، احنا عندنا كلمة بولينيشن معناها الترانسفير اوف البولين جرين فروم الانسر تو مين تو ذا ستيجما. يعني البولين جرين الجميت الميل جميت هتتنقل من الانسر اللي هو الكيس الصغير اللي كان فوق لمين للستيجما اللي هي الفيميل اورجان. طيب يبقى احنا عندنا اول حاجه اول نوع سيلف بولينيشن، وتاني حاجه عندنا اسمها الكروس بولينيشن. طيب السيلف بولينيشن يعني ايه؟ زي ما احنا كده شايفين دي فلاور. طيب الفلاور دي عليها ايه؟ عليها الفيميل اورجن وعليها الميل اورجن الاتنين مع بعض. طيب انت قلتي بولينيشن يعني انتقال البولين جرين من الانسر للستيجما، قلت له يعني هيرمافرودايت يعني سيلف بولينيشن، يعني البولين جرين هتبتدي تتحرك من الانسر تروح تقف فين؟ على الستيجما. سيلف بولينيشن بيتجوزوا من بعض، مش محتاجين اي مأذون، هما الاتنين مع بعض والاتنين هيتجوزوا من بعض على نفس الفلاور، نفس نفس الفلاور. طيب النوع التاني يكون عندك بلانت، ده مين يا شباب؟ ده بلانت. طيب البلانت ده عليه فلاور رقم 1 وفلاور رقم 2. طيب فلاور نمبر 1 الفلاور دي عندها الفيميل اورجان الاستجما والستايل والاوفري. طيب وعندها مين؟ وعندها الفيلامنت وعندها الانسر. وعندنا فلاور رقم 2 برضو عندها الفيميل اورجان والميل اورجان. يبتدي البولين جرين بتتنقل من الانسر ده تروح لمين؟ للاستجما. بس يعني نفس النبات بس بيتنقل من فلاور للتانية، يعني transfer of the pollen grain of the answer of one flower to the stigma of the another flower on the same plant على نفس النبات. يعني من وردة عندك نبات مطلع وردتين 3، النبات ده الفلاور اللي موجودة فيه هتبتدي البولين جرين تتحرك من عندها للفلاور اختها اللي جنبها، خلاص، بس على نفس البلانت بتاعي نفس الزرع. طيب يعني ايه كروس بولينيشن؟ قال لي معناها هيومن انترفنشن، تدخل الانسان. انا بنفسي اللي هروح اخد البولين جرين واروح انقلها لايه؟ للفلاور التانية. يبقى انا عندي هنا بلانت رقم 1 وعندي بلانت رقم 2. طب بلانت رقم 1 عليه ايه؟ عليه فلاور. طب بلانت رقم 2 عليه another flower، يعني ترانسفير البولين جرين من الانسر of the first flower to the stigma of the another flower للوردة التانية. from this plant to this plant يعني to another plant لزرعة تانية خالص، لنبات تاني خالص. أنا نبات وجنبي نبات، أنا عندي فلاور وهو عنده فلاور، تبتدي الانسر تطلع لي بولين جرين تتحرك من الفلاور of the first plant to another flower to another plant لنبات تاني. ده معناها كروس بولينيشن، ودي بتحصل بتدخل الانسان الهيومن انترفنشن. خلاص كده يبقى احنا فهمنا ليه مندل اختار بالذات البي بلانت. قال it can be self pollinated hermaphrodite في نفس الوردة، او it can be cross pollinated او artificially pollinated، يعني انا اللي هروح اخدها واحطها على الاستجما of the plant. طيب تعالوا كده نقرا مع بعض الجزء ده. تعالوا بعد كده يا جماعة نتكلم على مندل اكسبيرمنت. مندل ابتدى يعمل تجربة، كان قاعد برضو رايق وبيراقب نبات البسلة. والله لاحظ حاجة، لاحظ ان البي بلانت ده مرة بيطلع سيد لونها يلو، ومرة تانية بيطلع سيد بذرة لونها ايه؟ لونها جرين. فهو احتار، قال لك طب هو بيطلع يلو ولا هو بيطلع جرين؟ طيب تعالوا قبل ما نشتغل ونعرف هي الاكسبيرمنت دي ايه بالظبط وعمل ايه فيها، عايزة بس افكركم بحاجة صغيرة. بصوا كده معايا، بصوا يا حبايبي، هو احنا هنا لو اتكلمنا على الكروموسوم، لو تفتكروا عندي كروموسوم جاي من الميل وعندي كروموسوم جاي من ايه؟ جاي من الفيميل. عايزين كده نحط بيزكس عشان قبل ما نشتغل ونشوف الاكسبيرمنت نبقى فاهمين انا بعمل ايه. طيب ده الكروموسوم اللي جاي من مين؟ من ميل،
وده الكروموسوم اللي جاي من مين؟ من الفيميل. مش احنا قلنا الكروموسوم ده بيبقى شايل جين معين؟ قلت له اه. طيب انا مثلا هشتغل على الجين اللي ليه علاقه الطول. طيب جاي لي انا من الميل اللي هو من بابا الجين اللي مسؤول عن مين؟ اللي مسؤول عن الطول. طيب بابا جايب لي جين طول ان انا اكون طويله، وماما جايبه لي جين ان انا اكون ايه؟ الجين اللي انا اكون شورت، قصيره. طيب يبقى الجين اللي جاي من بابا ان انا اكون ايه؟ طول، والجين اللي جاي من ماما ان انا اكون شورت. طيب تعالوا كده نتفق على حاجه. احنا عايزين نعرف، طب انا هطلع طول ولا هطلع شورت؟ طيب هطلع طول ولا شورت؟ قال لي بناء على هو الجين ده جين قوي ولا جين ضعيف. يعني انت عايزه تقولي لي ان انت بيجيلك 2 جينز بالظبط، انا بيجيلي 2 جينز. طب الصفه اللي بتظهر عليا انا بيظهر appear only one trait on me، يعني بيظهر عليا صفه واحده. طب هيظهر عليا الطول ولا هيظهر عليا الشورت؟ قلت له والله على حسب الجين القوي. تعالى نعرف يعني ايه جين قوي. يعني اقول عليه strong جين ولا هقول عليه ايه؟ انا هقول عليه dominant جين. يعني ايه dominant؟ يعني المسيطر، يعني القوي، يعني اللي هيغلب. طيب يبقى هنا نيجي نتكلم على ايه؟ هنتكلم على مين؟ الجين القوي. طيب الجين القوي هسميه ايه؟ هسميه dominant جين. طيب dominant جين، اي حاجه يا جماعه dominant بديها capital letter. بديها ايه يا شباب؟ capital letter، يعني letter capital. طيب الجين الضعيف اللي مش هيظهر عليا اسمه recessive جين. يعني ايه يا شباب recessive جين؟ يعني الجين الضعيف. طيب اي recessive جين بديله small letter. طيب حلو قوي. طب تعالوا كده نبص مع بعض. بابا اداني جين الطول وماما ادتني جين الشورت، هو مين يا ميس القوي؟ هقول لك الطول. طيب الطول قلنا برمز له بايه؟ بكابيتال لتر. يعني انا هقول ان انا خدت كده ده تي كابيتال. طب بالنسبه لماما اللي عايزاني ابقى شورت وده جين ضعيف يعني مش هيظهر، ريسيسيف مستخبي مش هيظهر، طيب هديله ايه؟ هديله تي سمول. طيب لما اجي اسمي التي كابيتال تي سمول، عايز اعرف مين اللي هيظهر عليا؟ قلت لك اللي هيظهر عليك الطول. طب ليه الطول؟ عشان هو الايه؟ هو الدومينانت، هو القوي. طيب ده هسميه ايه يا شباب؟ هسميه بحاجه اسمها هايبريد دومينانت. يعني ايه هايبريد دومينانت؟ يعني اجي اقول لك معناها امبيور دومينانت. يعني ايه امبيور؟ يعني جاي جين دومينانت وجاي جين ريسيسيف، يعني حاجه قويه مع حاجه ضعيفه. كده كده مين اللي هيكسب؟ هو القوي اللي هيكسب، والطول جين هو اللي يعني هيظهر عليا، هبقى طويله. بس هل ده جاي من صفتين زي بعض؟ يعني دومينانت ودومينانت؟ قلت له لا. طب ريسيسيف وريسيسيف يعني حاجه ضعيفه مع ضعيفه؟ قلت له برضو لا. ده جاي من صفه قويه، جين قوي وجين ضعيف. جين قوي جين ضعيف. عشان كده لما جيت اسميه انا عارفه ان ده دومينانت. ليه؟ لان القوي هيغلب الضعيف، بس بسميه ايه؟ هايبريد، يعني امبيور، جاي من حاجه دومينانت وجاي من حاجه ريسيسيف. طيب تعالوا كده نشوف اكزامبل تاني. لو انا مثلا الكروموسوم اللي جاي من الميل شايل مثلا لون الشعر اللي هو ايه يا شباب؟ بلاك. يبقى الهير كولر ده الجين اللي ليه علاقه بايه؟ بالهير كولر ايكوال بلاك. طيب وجاي لي جين من الفيميل بيلو كولر، بلون ايه؟ شعر اصفر. طب يا ميس قولي لنا هو مين الدومينانت ومين الريسيسيف؟ اقول لك البلاك هير هو الدومينانت، هو اللي هيغلب. طيب البلاك هير هياخد ايه؟ هياخد الحرف الكابيتال بي. طب الريسيسيف هتاخد الحرف الايه؟ السمول. طب ده هسميه ايه؟ ده دومينانت، يعني البلاك بقى دومينيتس، يعني غلب الحاجه الريسيسيف، بس هسميه ايه؟ امبيور دومينانت. ليه؟ جاي من صفه قويه وصفه ضعيفه، دومينانت وريسيسيف. طيب تعالوا ناخد اكزامبل تالت. لو جيت مثلا اقول لك
ده كروموسوم جاي من الميل. طيب وده كروموسوم جاي من الفيميل. طيب الكروموسوم اللي جاي من الميل ليه علاقة بالاي كولر، لون العين. طيب اللون العين اللي جاي لي من الميل بلو، واللون العين اللي جاي لي من الفيميل برضو بلو. طب يا ميس قولي لنا، هو البلو ده صفة قوية ولا صفة ضعيفة؟ اقول لك لا، ده ريسيسيف. طيب بما انه ريسيسيف هياخد ايه؟ هياخد سمول لتر بي سمول. طيب واللي جاي من الفيميل برضو ريسيسيف تريت، يعني بي سمول. يعني بي سمول بي سمول، يعني انا هطلع لون عيني ايه؟ هيطلع بلو، ما هو مفيش غيره. يبقى في الحالة دي انا بسمي ده ايه؟ مش ده كان ريسيسيف وده كان ريسيسيف وصفتين ضعاف، اقول له اسميه بيور ريسيسيف. ليه بيور ريسيسيف؟ ليه كلمة بيور؟ يعني ايه كلمة بيور؟ يعني جاي من صفتين شبه بعض، ريسيسيف وريسيسيف اسميه بيور، دومينانت ودومينانت اسميه بيور. طب دومينانت مع ريسيسيف لا، اسميه هايبريد او امبيور. طب ده ريسيسيف وريسيسيف هيجيب لي ايه؟ هيجيب لي بيور ريسيسيف. يبقى معنى كده ان الريسيسيف الصفة الضعيفة بتظهر امتى؟ لما تكون صفة ضعيفة مع صفة ضعيفة، لان لو صفة قوية مع صفة ضعيفة القوية هتغلب. طب صفة قوية مع صفة قوية هيطلع لي صفة قوية دوميننت، لكن صفة ضعيفة مع صفة ضعيفة ريسيسيف وريسيسيف يجيبوا لي بيور ريسيسيف. طيب تعالوا نشوف الاكزامبل ده. لو انا عندي سي مثلا كروموسوم جاي من الميل بمثلا الهير كولر، ماشي. طيب الهير كولر لونه بلاك. طيب وجاي لي برضو من الفيميل كروموسوم شايل جين عليه جين ليه علاقة برضو بلون الشعر، ولونه ايه؟ لونه برضو بلاك. طب يا ميس انت قلت احنا بنشوف مين دومينانت ومين ريسيسيف، هاجي اقول لك الهير كولر البلاك ده دومينانت، هتديله ايه؟ هديله كابيتال لتر، يعني بي كابيتال. طيب بالنسبه للفيميل ده هي كمان جايبالي جين عنده ايه؟ عنده دوميننت تريت، يعني صفه قويه. طب ادي اللتر بتاعه هيبقى ايه؟ هيبقى برضو بي كابيتال، يعني دوميننت ودوميننت هيدوني ايه؟ هيدوني حاجه اسمها بيور دوميننت، يعني صفه قويه. وهتبقى بيور ليه؟ عشان جايه من دوميننت بلس دوميننت، صفه قويه وصفه قويه. خلاص دي كده بيزكس، دي اساسيات عشان لما نتكلم على مندل اكسبيرمنت نفهم انا بقول ايه. يلا بينا بقى على مندل اكسبيرمنت ونشوف هو عمل ايه مع البي بلانت. طيب يا حبايبي بصوا، مندل ده لما قعد يراقب البي بلانت لاحظ حاجه. اول حاجه ان هي بتطلع مره البلانت ده النبات ده يطلع سيد لونها يلو ومره يطلع سيد لونها جرين. طيب احتار، قال لك والله انا هعمل حاجه اسمها السيلف بولينيشن، يعني هات لي النبات اللي بيطلع يلو سيد ده وافضل جوزهم لبعض، خليهم يتجوزوا من بعض، سيلف بولينيشن. طيب ومره هات النبات اللي بيطلع الجرين سيد ويفضل يعمل سيلف بولينيشن. تعالوا كده نشوف مع بعض. قال لي اول حاجه هروح اجيب مين؟ بصوا مع بعض. قال لي هروح اجيب يلو سيد. بصوا هكبرها لكم عشان تبقى واضحه اهو، ويلو سيد. طيب ايه اللي حصل؟ يلو مع يلو. قال لي والله ده مين؟ ده اليلو اهو، يلو سيد، وده مين؟ يلو سيد. وخلي الاتنين دول يعملوا حاجه اسمها سيلف بولينيشن، يعني يفضلوا يتجوزوا من بعضهم. يعني ايه؟ يعني نفس الورده هيرمافرودايت هيبتدي البولين جرين يتنقل من الانسر يروح للاستجما، من الانسر يروح للاستجما. طيب لاحظ ايه؟ لاحظ ان خرج يلو سيد، يبقى قال يلو مع يلو هيديني يلو. طب هو اكتفى؟ راح جايب البلانت اللي بيخرج الجرين سيد. قلت له حلو قوي، وريني كده هتعمل ايه. قال لي اهو الجرين سيد ودي جرين سيد، جرين مع جرين. طيب اهي جرين سيد ودي ايه؟ جرين سيد.
وافضل اعمل نفس الكلام سيلف بولينيشن، خليهم يتجوزوا من بعضهم، جرين مع جرين. طب لاحظ ايه؟ لاحظ خروج سيد لونها ايه؟ لونها جرين برضو. طب اكتفى؟ لا، ما اكتفاش بكده. قال لي طب قبل ما اجوز بقى انا كده اليلو مع يلو جابت يلو، جرين مع جرين جابت جرين. طب هل هو صدق؟ قال لي لا. يبقى اول جيف ريزون معايا مندل عمل ايه يا شباب؟ بصوا كده معايا. اول جيف ريزون قال لي مندل made self pollination، عمل self pollination، وبعدين for several generation. يعني ايه for several generation؟ يعني لأجيال كتيرة. يعني ما خلاش يلو مع يلو يجيب لي يلو، ده يلو مع يلو تجيب يلو، يلو مع يلو تجيب يلو، يلو مع يلو تجيب يلو، يلو مع يلو تجيب. كل ده ليه؟ عشان يتأكد من ايه يا شباب؟ to be sure of the purity، عشان يتأكد من نقاء الصفة دي of this trait. قالك انا لازم اتاكد، ما ممكن تكون بتخدعني. اول مره جابت لي يلو يلو جابوا لي يلو، ممكن يلو ويلو يجيبوا لي لون تاني، يجيبوا لي جرين، يجيبوا لي اي لون تاني. انا مش هبوظ التجربه بتاعتي، انا لازم اتاكد فعلا ان 200 مره يلو مع يلو سيد يجيبوا لي ايه؟ يلو سيد. وده اول جيف ريزون معانا ليه مندل ابتدى يعمل سيلف بولينيشن فور سيفرال جنريشن لاجيال كتيره to be sure of the purity of this trait، عشان يتاكد من نقاء الصفه دي. طيب بعد ما اتاكد من نقاء صفه اليلو واتاكد من نقاء صفه الايه؟ صفه الجرين، سماه هنا بقى بيور يلو، طلعه لي بيور. يعني ايه بيور؟ يعني اللون بتاعه كده ما بيتغيرش، يلو مع يلو هيديني يلو. طيب بالنسبه لده بيور جرين، خلاص اتاكدنا من نقاء الصفه بتاعتنا، يبقى هي بيور جرين. هفضل اعمل سيلف بولينيشن جرين مع جرين، جرين مع جرين كتير، هيطلع لي جرين سيد. طيب تعالوا نشوف تالت حاجه ممكن اشتغلها مندل، وكانت ايه؟ مندل تقريبا كان بيعذب النبات، يعني هو عايز التجربه بتاعته تبقى 100% رايت، حاجه كده اكيوريت قوي، فكان بيعذب نبات البسله. قال لك انا هعمل حاجه، تعالوا كده نشوفها مع بعض. طيب قلت له انت هتعمل ايه؟ قال لك هو مش يلو مع يلو اداني يلو؟ قلت له اه. وجرين مع جرين اداني جرين واتاكدنا من البيورتي؟ قال لي اه. قلت له طب ماشي. قال لك انا هاخد بقى واحده من اليلو اللي طلعت واحده من الجرين ايه اللي طلعت ونجوزهم مع بعض. قلت له طب دي حاجه حلوه قوي، وبعدين؟ قال لي بس عشان اجوزهم مع بعض انا هعمل بس حاجه صغيره، عايزه اعمل، هو هنا عايز يعمل كروس بولينيشن، يعني هو اللي هياخد اليلو ويحطه فين؟ في الجرين، وياخد الجرين ويحطه فين؟ في اليلو، ويشوف النتيجه بتاعته. طب هو عمل ايه؟ بصوا كده. اول حاجه ده بلانت 1 اللي كان بيطلع لي بيور يلو سيد، ماشي. وده ايه؟ ده بلانت 2 اللي كان بيطلع لي ايه؟ بيور جرين سيد. طيب وبعدين انت هتعمل ايه؟ قال لي والله البلانت ده عليه مثلا سي فلاور، عليها الفيميل اورجن، وهنا ايه؟ الميل اورجن، ما هي هيرمافرودايت. طيب وعندي مثلا هنا فلاور برضو عليها الفيميل وعليها الميل، ماشي. ده مين اللي بيطلع لي؟ النبات اللي بيطلع يلو سيدز. طب في النبات ده قال لي عندي هنا الفلاور اهي، رسمي تحفه، دي فلاور ودي كمان ايه؟ انذر فلاور اهي. طيب احنا ماشيين هنا بنظريه، النظريه بتاعتي اول حاجه اقطع، تاني حاجه انقل،
تالت حاجة غطي. يبقى احنا النظرية بتاعتنا ايه؟ اقطع انقل غطي، اقطع انقل غطي. طب هنقطع ايه؟ تعالى اقولك. هو هنا كان بيعذب النبات، قالك انا هعمل حاجة فظيعة. ايه هي؟ انا هروح اقطع الستيمن. فاكرين الستيمن؟ الميل اورجن. طيب انا اروح اقطعه، واروح اقطعه منين؟ من هنا. يعني هو معنى كده راح عند البلانت بيطلع يلو سيد وقال لك انا هقطع الستيمن من الفلاور دي. طيب دي اللي انا هشتغل عليها، وهروح اقطع الستيمن برضو من الفلاور دي اللي هي بتطلع لي المفروض جرين سيد. قلت له بعدين؟ قال لي وبعد كده هروح اخد ايه؟ دي كده خلاص بقت فيميل، كانت الاول ميل وفيميل هي المفروضات بقت فيميل. قال لي هروح اخد من الانسر ده البولي، انا اللي باخده، انا بعمل كروس بولينيشن، انا اللي هاخده من الانسر ده اقوم حاطه فين؟ انقل. مش انا قلت لك اقطع انقل؟ اقطع انقل، هحطه فين؟ على الاستجمة. طيب بتاعت مين؟ النبات اللي بيطلع يلو سيد. يعني كده نقلت الجرين سيد وديتها فين؟ عند البلانت اللي بيطلع يلو سيد. طيب ومن هنا من اليلو هقوم واخد برضو البولين جرين من الانسر ده واقوم رايح بيه فين؟ على الاستجمة دي. طيب وبعدين بعد ما قطعت وبعد ما نقلت قال لك الحق بسرعة واعمل حاجة. قلت له اعمل ايه؟ قال لي غطي. قلت له اغطي ايه؟ قال لي انت خلاص مش نقلتي البولين جرين، الحمد لله، غطي لي بقى دي، غطي لي الاستجمة بسرعة، وهنا غطي لي الاستجمة بسرعة. قلت له طب اغطيها ليه؟ قال لي عشان امنع البولينيشن. هو مش ممكن وهي لسه مفتوحه كده اي بولين جرين تنزل عليها تاني تبوظي لي الاكسبيرمنت بتاعتي، ده انا تعبان فيها. قلت له صح. وهنا برضو انا خلاص نقلت البولين جرين خليتهم يعملوا كروس بولينيشن، غطي لي بسرعه الاستجمه دي. عشان ايه؟ عشان امنع اي بولينيشن، عشان امنع اي سيلف بولينيشن. ممكن على نفس النبات ده يبتدي من اليلو من الانسر ده يبتدي ينط يروح فين؟ على الاستجمه دي، عمل سيلف بولينيشن وانا مش عايز كده، انا عملت كروس بولينيشن. ودي كانت تالت حاجه عملها مندل. تعالوا كده نشوف مع بعض. بصوا حبايبي كده نقراها من البي دي اف. مندل عمل ايه؟ اول حاجه مندل تشوز البي بلانت بروديوسز يلو سيد، خلى بلانت بيطلع يلو سيد وبلانت تاني بيطلع ايه؟ بيطلع جرين سيد. then he made self pollination، عمل self pollination. وقلنا اول حاجه to be sure of the purity of this trait، عشان يتاكد من نقاء الصفه. طيب وبعدين قال لي مندل observed that ان البلانت اللي عنده يلو سيد بيطلع ايه؟ بيطلع برضو يلو سيد. طيب والجنريشن افتر جنريشن كل ما يقرر يلاقيه برضو بيطلع يلو سيد. طيب والبلانت اللي بيطلع جرين سيد هيفضل برضو يطلع ايه؟ جرين سيد. وكده اتاكد من البيوريتي اوف ذا ستريت اهي. وبعدين قال لي مندل ابتدى ايه؟ زي ما قلت لكم مندل planted this seed البيور يلو والبيور جرين. قال لك بس انا هعمل بقى كروس بولينيشن، اخد اليلو واخد الجرين and when they produce plants carrying flower he removed the stamen. وهنا تاني سؤال جيب ريزون معايا، يقول لي ليه مندل شال الستيمن of these flowers before the answer become mature. قلت له هو شال الستيمن ليه؟ to prevent self pollination، عشان يمنع اي حدوث للسلف pollination. طيب وبعدين قال لي هو عمل بنفسه حاجه اسمها كروس pollination. تعالوا بقى نشوف الحته دي كده نكملها مع بعض. طيب بصوا كده احنا هنا يا شباب بعد ما جوز الجرين مع الجرين واليلو مع اليلو ابتدى ان هو ايه؟ يقول لك بس انا تالت مره هقوم واخد يلو سيد مع جرين سيد. طيب يبقى يلو مع جرين، وبعدين ايه اللي هيحصل؟ قال لي بس عملت حاجه اسمها كروس بولينيشن. لما عمل كروس بولينيشن ايه اللي حصل؟ لاحظ حاجه، لاحظ في الاف 1 يعني الفيرست جنريشن
100% طلعوا يلو سيد. في الجيل الأول طلعوا كلهم إيه يا شباب؟ يلو سيد. طيب في السكند جنريشن قال لي لأ، طلع 75% يلو. طيب وإيه كمان؟ و25% جرين سيدز. يعني لما عمل هو بنفسه كروس بولينيشن في اول جيل لاحظ السيدز كلها طالعه لونها ايه يا شباب؟ لونها يلو. طيب بالنسبه للجيل الثاني الاف 2 طلع من 3 to 1، يعني انا لو هعمل هنا برسنتج هتبقى من 3 to 1، يعني 75% طلعوا لونهم يلو و25% حاجه نسبه صغيره جدا طلعوا لونهم ايه؟ لونهم جرين. طيب تعالوا نكمل مع بعض الجيف ريزون واقول لكم هو عمل ايه بعد كده. طيب تاني جيف ريزون معايا. طيب يا حبايبي تاني جيف ريزون معايا قال لي مندل كفر الستيمن. ليه؟ سوري يا شباب، ليه مندل قطع مين؟ قطع الستيمن. طيب قلت له والله هو راح وقطع الستيمن ليه؟ قال لك to prevent ايه؟ self pollination، عشان ما يحصلش اي pollination. to prevent self pollination. طيب تعالوا عند تالت جيف ريزون. قال لي جيف ريزون نمبر 3 قال لي هو عمل ايه؟ مندل covered الاستجما، قفل الاستجما بكفر after ايه؟ after cross pollination. ليه؟ قلت له والله هو قفل الاستجما بعد ما عملت انا cross pollination to prevent، عشان يمنع any pollination، عشان يمنع حدوث اي pollination تاني والاكسبيرمنت بتاعته تبوظ. خلاص كده؟ طيب بعدين ايه اللي حصل؟ قلت له والله بعد ما هو لاحظ وجود اللون الاصفر في اول جنريشن عنده، وبعد كده بنسبة 100% اهو all the produced plant which he named them the first generation طلع كله 100% يلو. طيب وبعدين والجرين سيد، الجرين كولرد سيد تريت ديسابير كومبليتلي، اختفت تماما في الفيرست جنريشن. وبعد كده ايه اللي حصل؟ قال لي والله لما انا لقيت حاجه زي كده انا كده عرفت. فاكرين خدنا الجين القوي والجين الضعيف؟ هو قال لك يبقى اللي طلع في الفيرست جنريشن ده مين؟ ده القوي. طب والتاني اللي استخبى في الفيرست جنريشن راح ظهر بنسبة صغيرة جدا فين؟ في السكند جنريشن. فعشان كده سمى ان اليلو كولر ده الدوميننت تريت، الجين القوي. طب بالنسبة للضعيف ده كان الجرين اللي هو سماه باسم ريسيسيف اللي انا قلته لكم في اول السيشن. خلاص يبقى احنا كده عرفنا ايه من الكلام ده؟ عرفنا ان اليلو كولر ده مين؟ اليلو كولر ده المفروض انا هسميه الدوميننت تريت. يبقى اليلو كولر اللي ظهر في اول ايه؟ جنريشن معايا بنسبة 100% in الفيرست جنريشن اللي ظهر في اول جيل، انا هسميه بحاجة اسمها دوميننت، القوي. طيب طب تاني حاجة قلت له الجرين كولر سيد ده، قال لي والله دي الصفة اللي ظهرت في الجيل التاني بنسبة صغيرة اللي هي 25%، هسميه ريسيسيف تريت. ومن هنا يا شباب يجي لي اهم حاجة ممكن نتكلم عليها اسمها البرنسبل اوف الكومبليت دومينانس، قانون السيادة التامة. يعني ايه يا شباب قانون السيادة التامة؟ It is the appearance of the dominant trait in the first generation. ظهور الدومينانت تريت الصفة القوية فين؟ في أول جيل. When two pure individuals are crossed.
لما two pure individuals are crossed، ما انا اتأكدت من البيوريتي، كان pure yellow مع pure green are crossed. طيب بعد ما حصل crossed one of them have trait contrasting the trait carried by the other individual، يعني كان عندي صفة مضادة لصفة yellow و green tall و short، كان عندي individual شايل صفة معاكسة لمين؟ للانديفيدوال التاني اللي شايل صفة مختلفة. تعالوا هنا نكتب القانون ده اسمه ايه؟ القانون اسمه complete principle of complete dominance. يبقى القانون بتاعنا يا شباب اسمه principle of complete dominance، قانون السيادة الايه؟ التامة. طب قانون السيادة التامة ده قال لي ايه؟ appearance، ظهور of ايه؟ of الدومينانت trait، الصفة القوية in الفيرست generation، في الجيل الأول. امتى؟ when two individuals، هنا two pure لازم يبقوا pure individuals are crossed، بيتجوزوا. one of them carry، شايل ايه؟ شايل trait. مالها التريت؟ contrasting التريت carried by اللي شايلها مين؟ ال other individual. يبقى لما مندل شاف اللي حصل في التجربة، ظهور اليلو سيد في الفيرست جينيريشن، قال لك ده الدومينانت القوي، دي الصفة القوية. ولما شاف السكند جينيريشن لقى من 75% يلو و25% كان مين؟ كان جرين. فقال لك لا ده الجرين ده ريسيسيف، ظهر كان مستخبي في اول مره بس ظهر في المره الثانيه بنسبه صغيره، فسماه مين؟ سماه ريسيسيف. يبقى يعني ايه principle of complete dominance؟ هو قانون السياده التامه. It is the appearance of a dominant trait in the first generation and ايه؟ او when the two pure individuals are crossed، لما اتجوزوا one of them carry trait contrasting ضد التريت carried by the other individual. ويلا بينا نقراها مع بعض. بصوا حبايبي كده، يبقى هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي مندل called the yellow color of seed dominant trait. ليه سماها dominant trait؟ قال لي because it dominates، غلبت الجرين color trait and appear in the first generation بنسبة كام؟ 100%. طب قال لي هو ليه سمى الجرين color of seed is a recessive trait؟ قال لي ليه هي recessive؟ قلت له عشان هي disappear completely، اختفت تماما في ال individuals of the ايه؟ of the first generation، ما كانش ليها أي أثر. طيب بعد كده قال لي والله بعد ما مندليف عمل الفيرست جينيريشن خلاه يعمل سيلف بولينيشن. يعني احنا اول حاجه كنا ابتدينا بيلو سيد وجرين سيد، خلاص خلاهم يعملوا ايه؟ سيلف بولينيشن. then he planted the resulted seed. مندل observed ايه؟ ان ال produced plant he named the second generation 3/4 طلع بيلو، وبعد كده its quarter is of green seed، يعني بنسبة من 3 to 1، يعني طلع 75% يلو و 25% كانوا مين؟ كانوا green. طيب وبعدين قال لي ان الجرين color which disappear اللي اختفى في اول جيل عندي عمل ايه؟ ظهر في السكند جينيريشن. طيب اهي دي التجربه كده بتاعتنا باختصار. البلانتس بروديوس بيور يلو سيد، جبنا نبات، نعيد تاني، جبنا نبات، اول حاجه بيجيب لي بيور يلو سيد وانا اتاكدت من البيوريتي بنفسي، خليته يعمل حاجه اسمها سيلف بولينيشن. طيب بالنسبه للبلانت بروديوس بيور جرين سيد برضو عمل سيلف بولينيشن جينيريشن افتر جينيريشن. طيب وبعدين قال لي اول حاجه لقيت في اول جيل معايا ان كل ما بعمل بولينيشن ليلو مع يلو تجيب لي مين؟ تجيب لي يلو. جرين مع جرين يجيبوا لي جرين. قال لك بس
انا كده اتاكدت من البيوريتي اوف ذيس تريت. انا بنفسي هروح اعمل حاجه اسمها كروس بولينيشن، انا هروح اخد البولين جرين من الانسر واروح انا بنفسي احطها فين؟ في الاستجما. وبعدين خلاهم يعملوا حاجه اسمها كروس بولينيشن. في الفيرست جنريشن ظهر اليلو سيد باي برسنتج ايكوال 100. يعني in the first generation اليلو color appear completely but the green color disappear completely، ما ظهرش نهائي. طيب وبعدين خلاهم بعد كده يعملوا self pollination. طيب يعني بعد ما طلع اول جيل معايا اليلو سيد خليناه يعمل self pollination مره تانية من غير ما احنا نتدخل. قال لي طلع 75% يلو سيد ولكن 25% plants with green seed. خلاص دي كده التجربة بتاعتنا باختصار. يعني نبص على الدرو دي هتسهل لنا الدنيا كلها. طيب هنا بعد كده اتكلمنا على البرنسبل. قال لك يبقى انا عندي حاجه اسمها برنسبل اوف كومبليت دومينانس، قانون السياده التامه. طب قانون السياده التامه ده عمل لي ايه؟ قال لي it is the appearance of the dominant hereditary trait، هو ظهور الصفه القويه في الانديفيدوالز اوف ذا فيرست جنريشن، يعني في الاعضاء للفيرست جنريشن، الجيل الاول، زي ما ظهر اليلو سيد في الجيل الاول. when two individual are crossed، لما two individuals يتجوزوا one of them، واحد منهم carry pure trait، بيحمل صفه pure. طيب contrasting ضد مين؟ a trait carried by the other individual، يعني trait عكس trait. طيب يا حبيبي، طيب هنا بيقول لي give reason omitting a plant of yellow seed with a pea plant of green seed all the produced plants are yellow seed. ليه كلهم هيطلعوا yellow seed؟ قلنا علشان اليلو seed او اليلو color trait of seed dominate، بيغلب الجرين color trait of seed according to ايه؟ تبعا للprinciple of complete dominance، لقانون ايه؟ السيادة التامة. طيب من هنا يا شباب، طب انتي يا ميس انت عارفه مين الصفه القويه في البي بلانت وايه، وعارفه الصفه الضعيفه في البلانت. احنا عايزين نعرف مين القوي ومين الضعيف، يلا بينا نشوفهم مع بعض. طيب جه قال لي هو انا المفروض اكون عارف الصفه القويه والصفه الضعيفه عشان افهم، لان مندليف هنا ما اشتغلش بس على الكالر اوف سيد، لا ده اشتغل على تريتس تانية. فتعالوا كده نشوف مع بعض، هنقسمهم كده. نكتب مثلا هنا الدومينانت، الصفه الايه؟ القويه. ونكتب هنا يا شباب الريسيسيف، الصفه الايه؟ الضعيفه. طيب يا ميس هتبداي بايه؟ انا هبدا لك اول حاجه بمثلا الستيم هايت. يعني ايه؟ يعني طول الصوت. دايما الصفه القويه يا شباب هي الطول مش القصر، لا الطول. فهنا دوميننت الصفه في البي بلانت القويه كانت الطول. طب هنا ريسيسيف شورت، يعني انا الستيم ممكن يبقى طول وشورت. مين القوي؟ الطول. مين الشورت او الريسيسيف؟ هي الشورت. طيب وقلنا اي دوميننت برمز له بايه؟ بتي كابيتال. طب اي ريسيسيف نفس اللتر بس بكتبه ايه؟ بكتبه سمول، تي سمول. طيب تعالوا بعد كده هنتكلم عن تاني حاجه، مثلا هنتكلم على الفلاور بوزيشن. يعني الورده بتاعتك بتطلع شكلها عامل ازاي؟ هقول لك مثلا انا عندي لو بلانت اهو، ممكن الورده بتاعتك بتطلع سايد من الجنب او بتطلع اند، يعني ايه؟ من فوق. سايد او اند احنا المتعارف عليه اللي احنا بنشوفه في الفلاور اللي هي بتطلع ايه؟ من الجنب. يبقى احنا عندنا الدومينانت تريت هي مين؟ هي السايد من الجنب. طيب الريسيسيف اللي هي الاند اللي هي تطلع ايه؟ من فوق بالشكل ده كده. طيب تعالوا نتكلم مثلا على الفلاور كولر، لون الورده. طيب لون الورده عندي يا اما ريد يا اما وايت. طب انا هقول لك ان الريد هو الدومينانت والوايت هو الريسيسيف. وقلنا ان الدومينانت بيتكتب بلتر كابيتال ار. طيب الريسيسيف نفس اللتر بس سمول ار. طيب هنتكلم بعد كده عن مثلا الباد كولر. هو ايه مثل الباد كولر ده؟ ده الفروت نفسه، يعني الفاكهه نفسها. طب اللي جواها، انت عندك نبات البسله بيبقى عباره عن كده ايه؟ جزء اخضر من بره وجواه ايه؟ البسله من جوه، يعني الشكل ده كده.
وجواه ايه؟ البسله بتاعتك من جوه، ده الفروت، ده الفاكهه اللي من بره، ده اسمه البض او ممكن اسميه فروت. طيب لكن اللي جوه دي السيدز، فانا هتكلم مين؟ هتكلم على البض. طيب البض ده ممكن يبقى لونه يلو او جرين. انت لما بتجيب البسله بتبقى البض بتاعتها لونها ايه؟ بتبقى جرين. يبقى احنا عندنا الدومينانت هيبقى الجرين. طيب اديله مثلا الرمز بتاعه الجي، جي كابيتال. طب هنا يلو، ده الريسيسيف، اديله مثلا اللتر جي سمول. طيب تعالوا نتكلم على الباد شيب، شكله. قال لي والله هو شكله يا بيبقى swollen يعني بيبقى منتفخ، وده الشكل اللي انا بشوفه، او شكل سينيوس يعني ايه؟ في تجاعيده كده بسيطه. يبقى احنا عندنا مين الدوميننت؟ السوالو، المنتفخ، او سوري السوولن. طيب يا حبايبي بعد كده عندنا البود شيب، لون الفروت نفسها. طيب البود شيب يا يبقى شكله منتفخ يا يبقى شكله ايه؟ زي مجعد. طيب الشكل المنتفخ ده اسمه ايه؟ swollen، منتفخ. طيب يبقى ده الدوميننت. طيب الريسيسيف اسمه سينيوس، يعني بيبقى شكلها ايه؟ عامل كده، ومش ده الشكل المتعارف عليه. الشكل المتعارف عليه للبي بلانت يبقى عامل كده، السوولن. طيب تعالوا بعد كده نتكلم على السيد. اتكلم مثلا على السيد كولر اللي احنا اصلا قعدنا ندرس فيها. طيب السيد كولر احنا قلنا مين الدومينانت اللي ظهر في الفيرست جنريشن؟ هو اليلو، فاقول اليلو واديها كابيتال لتر واي كابيتال. طيب مين هنا الريسيسيف؟ قلنا الجرين، هديها جي؟ لا هديها نفس اللتر بس سمول. طيب تعالوا بعد كده نتكلم على السيد شيب، شكل السيد. شكل السيد بتاعي بيبقى ايه؟ بيبقى سموث، بيبقى الشكل ده المتعارف عليه. تفتح كده تلاقي السيد ايه؟ ناعمه، يبقى سموث. يعني ايه سموث؟ سموث يعني ناعم. طب الشكل التاني wrinkled، يعني بيبقى ايه؟ عامل كده، ده بلان شويه. خلاص يبقى احنا كده اتكلمنا على الدوميننت والريسيسيف، عرفنا فين الصفات القويه للبي بلانت ومين الصفات الضعيفه للبي بلانت. تعالوا نشوفها مع بعض اهم يا شباب. يبقى احنا الدوميننت تريت الستيم هايت قلنا الطول، الريسيسيف هي الشورت. طب الفلاور بوزيشن السايد بتبقى طالعه من الجنب، هنا الاند ريسيسيف. الفلاور كولر الريد دومينيتس على الوايت. طب الفروت كولر الجرين، ما نتلخبطش ما بين يا جماعه الفروت كولر والسيد كولر. الفروت كولر اللي هي من بره، السيد كولر اللي احنا اساسا بنتكلم عليها. طيب الفروت شيب يا سوولن يعني منتفخه، يا سينيوس فيها تجاعيده. طيب السيد كولر اليلو طبعا، والريسيسيف الجرين. طيب السيد شيب السموث بتبقى ناعمه، والريسيسيف تريت هي الرينكلد يعني المجعد. طيب بعد كده هتتكلمي على ايه؟ هقول لك هتكلم على حاجه بعد كده حصل ان في حاجه اسمها ميندلز اسامبشنز، افتراضاته او نقدر كده نقولها بالعاميه تعليقه على اللي حصل ده. قال لك انا لازم يبقى ليا افتراضات وتعليق، او انا فهمت ايه من التجربه اللي انا عملتها، اكيد لازم افهم حاجه. طيب قال لك اول اسامبشن عندي، اول افتراض، قال لك ان الهيريديتري تريت are transmitted من ال parents to ال offspring by means of hereditary factors اللي هي الجميد. وقلناها في اول السيشن، اي حاجه هتجيلي عن طريق ال parents hereditary trait صفه موروثه بتطير ما بتطيرش، بتجيلي عن طريق حاجه اسمها الجميد. لو من الميل من بابا هيجيلي منه صفه لازم يتنقل عن طريق الجميد بتاعته اللي هي السبرم. طب لو من الفيميل هتجيلي الصفه بتاعت ماما عن طريق الجميد اللي اسمها الاوفا. طب لو انا بتكلم على البي بلانت، قلنا مين اللي بيبقى شايل التريت؟ لو عند الميل اورجان للبي بلانت قلنا اسمه البولينج جرين، اهي البولينج جرين. طيب بالنسبه للفيميل بتبقى حاجه اسمها الاوفيول، وهم دول الجميتس بتوع المين؟ للبلانت. طيب ده اول افتراض هو قاله واحنا عارفينه. قال لي طب each hereditary trait is controlled by two hereditary factors.
كل صفة بتجيلي من two factors، واحد جاي من ماما وواحد جاي من بابا. one from father and one from mother. يعني انت بيجيلك صفة لون الشعر، واحد من جين جاي من الام وجين جاي من الاب. طب مين الجين اللي انا بكتسبه او اللي بيظهر عليا؟ ده الجين الايه؟ الدوميننت. يعني انا بيظهر عليا صفة واحدة بس جاية من ايه؟ من two genes او two factors. طيب وبعدين قال لي تالت حاجة the two hereditary factor of each trait separate. بعد كده بيحصل separation امتى؟ when الجميتس are formed، بتكون الجميت where each جميت carried only one factor from these two factors. وخلي البوينت دي وهوريها لكم كمان شوية، هشرحها لكم ببروبلم. طيب قال لي طب during fertilization process the two hereditary factor aggregate. يعني في الفيرتلايزيشن بروسيس، اثناء عمليه الفيرتلايزيشن او الكروسنج، اللي بيحصل the two hereditary factor، التو جينز بيبتدوا ان هم يلتقوا تاني مره تانيه. طيب if the two factors are similar، يعني هو عايز يقول لي انت لو واخده جين من الاب dominant واخده جين من الام دوميننت، يعني they are similar، بسميها ايه؟ خدناها اسمها pure dominant، جايه من جين دوميننت وجاي من جين دوميننت. طب لو انا عندي الاب معاه جين ريسيسيف ضعيف والام معاها جين ريسيسيف ضعيف، الاثنين انا هطلع بتريت واحده هتبقى برضو ريسيسيف، بسميها بيور ريسيسيف. ليه كلمه بيور؟ عشان جايه من جين ريسيسيف وجين ريسيسيف. هو ده اللي بيقوله. قال لي والله لو الاثنين سيميلر، يعني دوميننت فاكتور من الميل ودوميننت فاكتور من الفيميل، انت هيطلع عندك بيور دوميننت تريت. طيب قال لي طب لو جاي لك ريسيسيف فاكتور وريسيسيف فاكتور من الميل او واحد من الفيميل، هيطلع لي بيور ريسيسيف تريت، صفه ضعيفه. طب قال لي والله طب لو انت عندك يعني البيرنتس، الميل اداك صفه قويه والفيميل اديتك صفه ضعيفه، طيب انت هيظهر عليك ايه؟ انا كده كده هيظهر عليا الدوميننت، بس هل هي هتبقى بيور؟ هقول له لا، هتبقى هايبريد، يعني صفه قويه وصفه ضعيفه، الاثنين مش دوميننت والاثنين مش ريسيسيف، هيبقى مختلط. انا هيظهر عليا الدوميننت لكن هي هتبقى امبيور دوميننت، او بسميها ايه؟ هايبريد دوميننت. هو ده اللي قاله مندل، وهو ده اللي اكتشفه من خلال تجربته. دوميننت فاكتور او دوميننت جين مع ريسيسيف فاكتور هيديلي امبيور دوميننت تريت. دي كانت افتراضات مندل عن التجربه اللي احنا عملناها مع بعض. طب تعالوا كده عشان نفهم الجزء ده اوريكم حاجه. بصوا يا شباب، احنا هنا عايزين ندرس او ناخد التجربه كده بتاعت مندل، بس ايه؟ نحلها عن طريق بروبلم بقى. عن طريق ايه يا شباب؟ بروبلم. طيب بصوا كده مع بعض، احنا البروبلم بتاعتنا بتبتدي بالبيرنتس، الحاجه اللي انا ابتديت بيها. طب انت ابتديت بايه؟ فاكرين لما انا ثبتت البيوريتي؟ خلاص انا عرفت ان اليلو سيد ده بيور والجرين سيد ده بيور، وبعد كده لما عملت التجربه اكتشفت ان انا عندي جين قوي وجين ضعيف. طب حلو، يبقى انا عندي البيرنت بتاعي هبتدي بواي كابيتال. واي كابيتال ده مين؟ ده البيور يلو سيد. واي كابيتال واي كابيتال. طيب نعمل كروس، بتبقى علامه اكس مع بيور ايه؟ بيور جرين. احنا قلنا الجين القوي بديله كابيتال لتر، وقلنا الجين الضعيف نفس اللتر بس سمول. يبقى انا قلت واي سمول واي سمول، وده كان مين؟ البيور، نقول عليه ايه؟ بيور ريسيسيف جرين. يبقى ده بيور ريسيسيف جرين، وده ايه؟ بيور يلو وايه؟ دوميننت. ما انا عرفت خلاص مين دوميننت ومين ريسيسيف. طيب وبعدين قال لي المرحله الثانيه عندي هي الجميتس. فاكرين في الاسامبشنز، في الافتراضات، ثالث بوينت قريتها معاكم؟ قال لك في مرحله الجميت انا ببتدي افصل. يعني هتعملي ايه؟ بصوا كده هعمل ايه؟ هبتدي افصلهم عن بعض. هو انا عايزه اخد يعني يجي لي جين من الاب وجين من الام واخد منه صفه واحده، فهبتدي ان انا افصل البيرنتس. هحطهم ايه؟ هحطهم، حاولوا تحطهم في سيركل، واي كابيتال وهنا واي كابيتال.
الكروسنج، وبعد كده واي سمول، وبعد كده ايه يا شباب؟ واي سمول. طيب وبعدين ايه اللي حصل؟ هقول له تعالى مثلا اول حاجه الفيرست جنريشن، الجيل الاول، هسمي ده A واسمي ده B واسمي ده A واسمي ده B، يبقى A B A B. طيب ال A هتروح تاخد ال A، يبقى Y كابيتال Y سمول، ده الفيرست جنريشن اول جيل. طيب ال A هتروح مع ال B، هتبقى Y كابيتال Y سمول. طيب البي بقى نبتدي نوزعها مرة هنا ومرة هنا، يعني هنا واي كابيتال واي سمول، وهنا واي كابيتال واي سمول. طيب انت كده بقى لاحظت ايه؟ قلت لك انا لو عايزة اسميهم، انا لاحظت ان انا عندي الواي كابيتال دي اليلو الدوميننت، والواي السمول دي اللي هي مين؟ الريسيسيف. يعني انا لما اسمي ده، دي جايه لي من واحده دوميننت وواحده ريسيسيف، اسميه ايه؟ اسميه امبيور دوميننت او هايبريد دوميننت. طب يا ميس هايبريد دوميننت يعني الكولر هيطلع ايه؟ الكولر بتاعي مين القوي؟ الواي كده كده، اللي هو سوري اليلو كده كده، ده الدومينيت، ده اللي هيظهر لونه في الفيرست جنريشن. يبقى اقول هنا 100% كله هيطلع ايه؟ هيطلع يلو. جميل جميل. طيب وكل دول ايه يا شباب؟ كل دول impure dominant، يعني جايه من من dominant زائد recessive، impure مش صفتين زي بعض. طب تعالوا نكمل ونشوف السكند جنريشن مع بعض. السكند جنريشن فاكرين كنا بنعمل سيلف بولينيشن، يعني انا هاخد 2 من هنا واي كابيتال واي سمول واجوزهم مع بعض، او هو هيتجوزوا سيلف بولينيشن واي كابيتال واي سمول. نفصل هيبتدي ايه؟ الجميد. افصلي كده واي كابيتال واي سمول، وهنا واي كابيتال واي سمول. طب انت ايه اللي هيطلع لك؟ هنا A B وهنا A وهنا B. A هتروح مع A، اهي A مع A، وبعد كده A تروح مع B. طب A مع A هيطلع لي واي كابيتال واي كابيتال. طب التانية واي كابيتال واي سمول. طب هنا ملاحظين حاجة؟ هنا واي سمول واي كابيتال، لا أنا دايما ببدأ بالكابيتال، فأنا هقول واي كابيتال واي سمول. طب آخر واحدة أهي الواي مع الواي اللي هناك، هتبقى واي سمول واي سمول. خلاص يا شباب، يعني أنا بحاول أهي، بصوا كده، يبقى احنا ابتدينا واي كابيتال واي كابيتال واي كابيتال واي سمول، وبعد كده نبتدي من هنا واي سمول وهنا واي كابيتال، يبقى واي كابيتال واي سمول، وبعد كده واي سمول واي سمول. طيب سمي لي هي دي ايه يا مس؟ لا دي بيور دوميننت، 2 كابيتال لتر بيور دوميننت يلو. طيب ودي هايبريد دوميننت، ودي هايبريد. كده كده اللون اليلو هو اللي هيظهر هنا، اليلو دوميننت اليلو دوميننت اليلو دوميننت. طب هنا لا دي بيور ريسيسيف جرين، عشان كده قلنا في السكند جنريشن ظهر 75% يلو لمين؟ ل 25% ايه يا شباب؟ جرين. وهو ده اللي اتكلم عليه مندل في الجميد يا شباب لما قال ان احنا هنفصل. طب هنفصل ليه؟ لان انا محتاجه تريت واحده انا تظهر لي، انا محتاجه اشتغل على 2 جينز. يعني ايه 2 جين؟ جين جاي من الام وجين جاي من الاب. طيب الجين جاي من الام والجين جاي من الاب، المفروض ان انا هيظهر عليا الصفه الايه؟ الصفه الاقوى، الدوميننت تريت. طيب تعالوا يا جماعه كده نشوف حاجه مع بعض ونقرا الحته دي بعد ما ايه حلينا البروبلم. حبايبي بعد كده فاكرين انا اول السيشن اتكلمت على حاجه اسمها الجميد. قلت جميد يعني ايه؟ هي السيلز باي ويتش الهيريديتري تريت ار ترانسميتد فروم البيرنتس تو الاوفسبرينج. يعني الجميد لو انا هيومن، لو انا جاي لي صفه من بابا فهي جايه عن طريق الجميد اللي هي اسمها السبرم. طب انا لو جاي لي صفه من ماما يبقى انا المفروض هيجي لي عن طريق برضو الجميد بتاعتها اللي هي مين؟ اللي هي الاوفا. يبقى الجميد هي اللي بتساعدني ان الجين اللي عند بابا او الجين اللي عند ماما يجي من البيرنتس لمين؟ للاوفسبرينج، يعني من الاباء للابناء.
وبعد كده مندل عمل summarize للبريفيوس assumptions لافتراضاته اللي احنا قريناها مع بعض in the first law. يعني هو عمل summarize لخص افتراضاته كلها في الفيرست law اللي هو سميناه law of segregation of factors. يعني ايه law of segregation of factors؟ قانون فصل الجينات. يعني ايه يا ميس قانون فصل الجينات؟ فاكرين اول مرة لما جيت بدأت ببيور يلو سيد وعملت لها ميتنج مع بيور جرين سيد، ده البيرنتس بالنسبه لي. طب بالنسبه للجميت انا بقى يعني بعمل سيجريجيشن، بفصل. طب هفصل ازاي؟ انا المفروض بيجي لي جين من بابا وجين من ماما وانا عايزه تريت واحده تظهر عليا على حسب مين؟ قلنا على حسب الدوميننت القوي. يبقى الجين اللي جاي من البيرنت انا هفصل واي كابيتال واي كابيتال، وبعد كده واي سمول واي سمول. يبقى انا عندي هنا اللو اوف سيجريجيشن ده اتكلم على او اسمه قانون فصل الجينات، لان انا بعمل سيجريجيت during الجميت formation اثناء تكوين الجميت. ببتدي افصل الفاكتورز بتوعي او التو جينز بتوعي. طيب يبقى انا عندي هنا هو ليه لخص كل افتراضاته in the first law في law of segregation of factors؟ قال لي عشان بعمل segregate او separate للتو factors of the trait from each other، بفصلهم من بعض during the formation of gamete. وانا بكون ايه الجميت لازم اعمل segregate، افصل التو تريتس بتوعي عن بعضهم. طيب وبعدين قال لي اللو اوف سيجريجيشن اوف فاكتور او مندلز فيرست لو، وده لو مهم جدا جدا. عايزين نفرق ما بينه وما بين البرنسبل اوف كومبليت دوميننس ونعرف هو ايه قانون فصل الجينات ده. قانون فصل الجينات ده اتكلم على الفيرست جنريشن واتكلم على السكند جنريشن، يعني ما اتكلمش على الفيرست زي مين؟ البرنسبل اوف كومبليت دوميننس. طب هنا قال لك ايه؟ قال لك when two pure individual are crossed، لما يكون عندك two pure individual زي كده pure yellow مع pure green are crossed، الاتنين حصل ما بينهم تزاوج، ايه اللي هيحصل؟ والاتنين عندهم of different hereditary traits، الاتنين different في الهيريديتري تريت، ده ليه صفة وده ليه صفة. ايه اللي هيحصل؟ قال لي only the dominant trait appear in the first generation، يعني dominant trait بس اللي هتظهر في الجيل الأول، while التو traits الصفتين سواء الدومينانت والريسيسيف will appear in the second generation by ratio from 3 to 1 بنسبة 75% to 25%. هو ده اللو اوف segregation of factor لما اتكلم على التو generation. يبقى نعيد تاني when two individual are crossed، لما بيحصل crossing between two individual and they have different hereditary traits وعندهم صفات مختلفة عن بعضهم. طيب ايه اللي هيحصل؟ only the dominant trait will appear in the first generation and the two traits will appear in the second generation by ratio 3 to 1. هو ده اللي قاله law of segregation of factors اللي احنا سميناه مندلز فيرست لو. طيب بعدين قال لي جه عالم اسمه جوهانسن. جوهانسن ده عمل حاجة، قال لي بدل ما انت قاعدة تقولي hereditary factor وفهمتينا في الأول خالص إن كلمة factor دي يعني جين from my parents، one from mother and one from father and only one trait appear on me، هي صفة واحدة بس اللي هتظهر. مين يا ميس الصفة؟ هي الصفة القوية، الصفة الدوميننت. طيب يبقى احنا متفقين. جوهانسن ده عمل ايه؟ قال لك used the term gene، هو اللي استخدم كلمة جين instead of a hereditary factor. وعمل ايه كمان؟ يعني اكتفى بكده؟ قلت له لا، ده قال لي ترم تاني اسمه الجينوتايب وقال لي ترم تاني اسمه الفينوتايب. طيب يا شباب الجينوتايب ده related to الجين structure، يعني لما اجي اقول لك انا عندي black hair جاي من dominant trait from father and dominant trait from mother. طيب انتي symbolized التريت دي by capital ليه؟ لان هي dominant. يعني انا قلت لك black hair، واحد جاي جين من المother black، واحد جاي من الفادر برضو بلاك، يعني انت هتديهم رمز ايه؟ هديهم بي كابيتال وجنبها بي كابيتال بي كابيتال بي كابيتال. طب انا طلع عندي ايه؟ طلع عندي البلاك هير يعني دوميننت بيور دوميننت، فانا بالتالي خدت ايه؟ البلاك هير. طيب ده حاجه اسمها جين ستراكشر. ايه الستراكشر بتاعك ده؟ بيور دوميننت تريت.
طب بالنسبه للفينوتايب هو انا ظهر عليا ايه؟ يعني الهيريديتري تريت ابير نيو. انت بقى في الظاهر لما اجي ابص عليك انا شايف ايه؟ انا شايف بلاك هير. يبقى انا عندي الفينوتايب ده البلاك هير، دي الصفه اللي ظاهره عليك من بره، حاجه فيزيكال، حاجه اكسترنال، حاجه خارجيه انا اشوفها. خلاص كده؟ يبقى جوهانسون ده الساينتست ده الدانش ساينتست use the term gene، استخدم term gene المصطلح اللي اسمه جين instead of hereditary factor. اكتفى؟ لا، قلل term genotype وقلل term phenotype. الجينوتايب related to gene structure والphenotype related to hereditary trait which appear in you اللي بتظهر عليك. طيب وبعدين قال لي عايزين نعرف يعني ايه دوميننت جين ويعني ايه ريسيسيف جين. انت هتقولي دوميننت وريسيسيف. بيقول لي يعني ايه دوميننت جين دوميننت. طب انا عارفه ان ده الجين which its trait appear on me، الصفه بتاعته هتظهر عليا when it بيحصل له ايه؟ interact with another dominant gene. يعني dominant plus dominant or ايه؟ recessive gene. يعني dominant gene مع dominant gene طبيعي هيجيبوا لي ايه؟ هيجيبوا لي pure dominant trait. يبقى dominant مع dominant يجيبوا لي pure dominant trait. يعني ايه pure؟ قلنا جاي من صفة dominant مع dominant او recessive مع recessive، يعني two genes similar to each other زي بعض. طيب امتى تظهر برضو الصفة الدوميننت او الدوميننت جين يظهر عليا؟ لما يكون عندي دوميننت جين بلس ريسيسيف جين، فهيظهر هنا هل هو هيبقى بيور ولا هل هو هيبقى ريسيسيف؟ لا، هل هيبقى دوميننت بس دوميننت بيور؟ لا، دوميننت امبيور. طيب احنا هنا هنعدل بيور ونكتب امبيور دوميننت جين. طب حد تاني هيكتبها لي هايبريد، اقول له ممتاز طبعا، هايبريد دوميننت جين. طب يعني ايه ريسيسيف جين؟ احنا قلنا الصفه الوحيده الريسيسيف اللي ممكن تظهر عليا لما اكون الجين بتاعي جاي من جين ريسيسيف، والجين ريسيسيف يعني بيظهر عليا انا بيور ريسيسيف. يبقى it is the gene whose trait appear only when it exists with similar recessive gene for the same trait. يعني لازم ريسيسيف مع ريسيسيف عشان يديني ايه يا شباب؟ بيور ريسيسيف. والريسيسيف دايما بيور لانه بيبقى جاي من ريسيسيف زائد ريسيسيف، لانه لو دوميننت بلس ريسيسيف هيجيب لي هايبريد دوميننت. طيب جه هنا قال لي يعني ايه دوميننت تريت؟ قلت له شيل كلمه جين وحط بدلها كلمه تريت. هي الصفه ذات ابير وين اجريجيت. يعني ايه يا شباب اجريجيت؟ يعني اختلاط، يعني crossing of two similar factor او two similar gene. one is dominant or يعني dominant مع يعني dominant trait with dominant trait، او فاكتور تاني او جين تاني recessive. يعني يقصد يقول dominant with dominant يديني dominant trait. طب dominant with recessive هيديني برضو dominant trait. يعني هنا يقصد الدوميننت trait بيظهر امتى؟ لما يكونوا اتنين اخوات شبه بعض dominant مع dominant او dominant مع recessive. خلاص، يبقى احنا قلنا هنشيل كلمة جين ونحط كلمة trait. طيب قال لي يعني ايه recessive trait؟ It is the trait that appear only when aggregation of two similar genes. two recessive similar gene هيدوني ايه؟ recessive trait. طيب جه قال لي what happened the presence of dominant gene for one of the traits with recessive gene. يعني تلاقي dominant gene مع recessive، ايه اللي هيحصل؟ اكيد الدومينانت جين will dominate over recessive gene. يعني الدومينانت جين هيتفوق وايه؟ وهيكسب الريسيسيف جين. طيب وبعد كده جه قال لي طب انا عايزه، يعني بصوا هي البيج دي عباره عن definitions بقى، يعني نقدر نقول كده ايه، احنا بنختصر بقى كل اللي احنا قلناه وبنفهم يعني ايه pure dominant، بنفهم يعني ايه hybrid individual و pure individual، يعني ايه dominant trait، يعني ايه recessive trait، يعني ايه dominant gene، يعني ايه recessive gene. فكل الديفينيشنز دي طالما احنا فاهمين يعني ايه dominant يعني ايه recessive هنعرف نكتب فيها كويس قوي، فانا مش عايزاك تحفظ. طيب البيور انديفيدوال قلنا ده جاي من ايه؟ صفه مشابهه لصفه فبيطلع عندي بيور. قال لي it is the individual that carry a similar pair of gene either dominant trait or recessive trait. يعني recessive مع recessive trait
يدوني ايه؟ pure recessive. pure recessive. طب dominant with dominant trait يدوني pure dominant trait. so ال dominant trait or recessive trait appear on the individual. طبعا الريسيسيف مع الريسيسيف لازم يظهر لي انا الصفه هاخدها بيور ريسيسيف، ودوميننت مع دوميننت تبقى بيور دوميننت. طب يعني ايه هايبريد؟ من غير ما اشوف كده، هي هايبريد دي معناها دوميننت مع ريسيسيف. دوميننت مع ايه يا شباب؟ مع ريسيسيف. هيدوني ايه؟ هيدوني impure dominant او بسميها hybrid dominant. طيب it is the individual that carries different pair of genes. one is dominant and the other is recessive. يبقى انت هتقول له it is the individual، هو الانdividual which carry gene one dominant and the other is recessive and which appear on me. مين اللي هيظهر عليا؟ is the dominant one. ده الايه؟ القوي. طيب جه بعد كده اداني ايه؟ بيقول لي symbols to represent the experiments of heredity. طب هل الاكسبيرمنت بتاعت مندل هو كان بيستخدم سيمبلز معينه؟ طيب تعالوا نشوف السيمبلز دي. يعني مثلا لو الميل individual. طيب يا حبايبي بعد كده بيقول لي using symbol to represent the experiments of heredity. طب هو مندل كان بيستخدم ايه في الاكسبيرمنتس بتاعته؟ كان بيستخدم سيمبلز معينه. طب تعالوا نشوف السيمبلز. يعني انا لو هعبر على ميل individual بسيركل وبيبقى فوقيها زي ارو سهم، الميتنج الكروسنج كنت بعمل الاكس، ده معناها الكروسنج. طب الفيميل individual ليه السيركل وعلامة البلس. طب البيرنت واحنا بنحل البروبلم بي. طب الجميت جي. فيرست جنريشن F1، second generation F2، ودول مهمين جدا عشان اقدر اعمل اي بروبلم. طيب بعد كده هنا بيعرفني ان الدوميننت تريت represents by capital letter. زي ما احنا عارفين اي دوميننت تريت لازم تاخد capital letter. طب اي recessive تريت بكتبها بسمول letter. طيب بيقول لي طب لو pure dominant اكيد symbolize it by two capital letters، بكتب two capital letters. طيب لو بتكلم على recessive individual بحط له ايه؟ two small letters. طيب وبعدين قال لي طب لو انا عندي هايبريد دوميننت، يعني هايبريد دوميننت يعني جاي من دوميننت زائد ريسيسيف، يعني لتر كابيتال ولتر سمول. طيب بعد كده هو ده الكلام اللي احنا بنقوله. قال لي test yourself if you know that genetic symbol. اداني التول ستيم دي كابيتال واليلو بود جي سمول. طيب الوايت فلاور ار سمول والسموث سيد اس كابيتال. طيب هنا بيقول لي ايه؟ complete the following table. تعالوا كده نحلها مع بعض. طيب احنا فاكرين البود. البود دي يا ميس دي الفروت. انت وانت بتشتري البسله الورقه من بره الفروت لونها ايه؟ لونها جرين. يبقى احنا متفقين ان الجرين كلر ده دوميننت. فهو هنا لما يكتب لي يلو بود يعني انت كده بتتكلم على ريسيسيف، واحنا عارفين ان الريسيسيف دايما ايه يا شباب؟ دايما بيور. يبقى ده بيور ريسيسيف. وهو قال لي السيمبل بتاعه جي، يبقى هقول له جي سمول جي سمول. طب رينكلد سيد. طب السيد يا مس هي كانت الدوميننت تريت كانت سموث ولا رينكلد؟ اقول له لا، واحنا بنفتح البسله بنلاقي السيد بتاعتنا ناعمه وسموث، يبقى هي كانت ايه؟ السموث. المفروض ان هي كانت دوميننت. هنا مديني رينكلد، يعني دي ايه يا شباب؟ دي الريسيسيف. طب هكتبها ازاي؟ مش السموث سيد اس كابيتال، يبقى الرينكلد سيد اس سمول اس سمول. خلاص؟ وبيور ريسيسيف. طب هايبريد سموث. هايبريد يعني لتر كابيتال ولتر سمول، يعني دي المفروض دوميننت هايبريد. طيب يعني symbolize it اس كابيتال واس سمول صغيره كده جنبها. خلاص؟ طيب تعالوا هنا في الوايت فلاور. هو قال لي الوايت فلاور السيمبل بتاعه ايه؟ سوري ار سمول. طيب احنا عارفين ان الريد هي الدوميننت بتاخد اللتر ار كابيتال، يبقى دي المفروض بيور ريسيسيف ار سمول ار سمول. طيب بالنسبه لتي سمول تي سمول ده بيتكلم على ايه؟ قال لي مديني ان التول ستيم تي كابيتال، يعني ده الدوميننت، يعني معنى كده تي سمول يبقى ده مش تول، ده شورت ستيم. ماشي. بعد كده اداني جي كابيتال يعني ده دوميننت تريت وبيور دوميننت تريت، وهو قال لي هنا الجي سمول دي بتعبر عن اليلو باد، يبقى مين الدوميننت؟ الجرين باد، يبقى دي جرين باد. طب هايبريد ستيم تول ستيم. هايبريد قلنا يعني لتر كابيتال ولتر سمول، يعني هتاخد تي كابيتال تي سمول.
خلاص كده يلا نكمل مع بعض. ابتدى هنا يجيب لي البروبلم اللي احنا حليناها سوا لما ابتديت باليلو او البيور يلو سيد، وبعد كده عملت كروسنج مع جرين بيور سيد. طيب بالنسبه لليلو احنا كنا بنكتبها ايه؟ مش هي بيور ودوميننت، يعني هسمبلايز ات، هكتبها كسيمبلز واي كابيتال واي كابيتال اهو، واي كابيتال واي كابيتال تايم ايه يا شباب؟ او ميتنج، علامه الميتنج الكروسنج مع بيور ريسيسيف جرين، يعني واي سمول واي سمول. بصوا هي باينه في البي دي اف شويه ان هي كابيتال، لكن دي واي سمول واي سمول. طيب احنا قلنا في الجميد، يعني مرحله الجميد بعمل سيجريجيشن، ببتدي نعمل ايه يا شباب؟ سيجريجيشن يعني افصلهم عن بعض. قلنا ليه؟ لان انا محتاجه من التو جينز دول اونلي وان تريد. هبتدي افصل يعني هعمل الواي لوحدها والواي اللي جنبها لوحدها، يبقى واي واي، وهنا الواي سمول لوحدها وواي سمول تانية ايه لوحدها، وابتدي ان انا اشتغل. طب اشتغل ازاي يا مس؟ عشان ما اتلخبطش اعمل A B واعمل هنا A B. طيب هنا ال A هتروح مع ال A، او سوري هتاخد ال A وال A مع ال B، يعني هنا المفروض Y capital Y small، وهنا Y capital Y small، وهنا Y capital Y small البي، وهنا ايه الاي. طب حد يقول لي يا ميس دي واي سمول ودي كابيتال وانتي قلتي بي مع ايه؟ لا انا هبدا الاول بايه يا شباب؟ بالكابيتال وبعد كده السمول، يبقى واي كابيتال واي سمول، واخر حاجه برضو واي كابيتال واي سمول. طب دول ايه يا شباب؟ دول المفروض هايبريد يلو اللي ظهروا في الفيرست جنريشن باي 100%. طيب بعد كده عايزين نكمل السكند جنريشن، هنبتدي ان احنا ناخد الواي كابيتال واي سمول نعمل له كروسنج مع مين يا شباب؟ مع الواي كابيتال واي سمول. دول مين؟ بالنسبه للسكند جنريشن دول انا هعتبرهم البيرنتس بتوعي، دول البيرنتس بتوعي، دول اللي انا خرجت منهم من الفيرست جنريشن، اعمل لهم هم كمان، اجيب الجميتس واعمل لها سيجريجيشن، يعني هنا افصل واي الكابيتال عن واي سمول، وهنا الواي الكابيتال عن الواي سمول، وابتدي برضو اشتغل بنفس الطريقه، اعمل A واعمل B واعمل A واعمل B. خلاص كده. وبعدين ابتدي ان انا A مع A يعني واي كابيتال واي كابيتال، وبعد كده ال A مع البي يعني واي كابيتال واي سمول، بعد كده واي كابيتال وهنا الواي سمول، وبعد كده واي سمول واي سمول اللي هو الجرين سيد. طلع لي ايه؟ طلع لي واحده بيور عشان واي كابيتال واي كابيتال يعني بيور يلو، واثنين عندي هايبريد يلو، وواحده بيور ريسيسيف جين اللي هي الجرين. يعني بالنسبه لنسبه اليلو وبالنسبه لنسبه الجرين 3 to 1، يعني 75% ل 25%. طيب يا حبايبي يبقى احنا كده خلصنا الليسون بتاعنا، فهمنا ليه مندل بالذات اختار البي بلانت، طلع ابن لذينه، صفاته كلها تحفه، كونتراستنج، مفيش اي حاجه تلخبطنا، حاجه تول، حاجه شورت، حاجه سموث، حاجه رينكلد. طيب يبقى الليسون بتاعنا كان جميل جدا، واحنا كده اتعلمنا ازاي نحل البروبلمز بتاعتنا، نعمل سيجريجيشن عند الجميد، ونبتدي ان احنا ايه؟ نعمل كروسنج. طبعا انا مش ناسياكم، اللي عنده اي حاجه بالنسبه له كانت صعبه، اي بارت بالنسبه له مش مفهوم قوي، طبعا يكتب لي في الكومنتس. ده كان بارت 1 يا حبايبي، ان شاء الله اشوفكم على خير في بارت 2. سلام.